السلام عليكم، ازيكم يا حلوين؟ عاملين ايه؟ يلا كده مبدئيا بقى كده انا بعمل ايه؟ مكرونه بشاميل. حطيت مكرونه كده، كنت مسخنه الميه وخليتها تغلي ونزلت فيها بالمكرونه بتاعتي الكميه طبعا اللي انا عايزاها، وشويه ملح وحطيتهم بقى يتسلقوا كده وكانت بتغلي بقى معايا. عاملين ايه بقى؟ يا رب دايما تكونوا بخير. معايا هنا بقى طاسه بقى كده او وok كده حطوه على النار بقى يسخن. حاطه فيه زيت، اللي هنا ده زيت عشان بس ادي اللحمه كده صدمه وتشتغل معايا. كنت بقول لكم بقى في الاول كده ما تركزوش بقى مع الاسباتيولا دي اللي عليها ده بصل، كنت منزلاها من الكبه فعادي. اغسلها يعني ولا ارميها؟ فهشتغل بيها وكده كده في الاول وفي الاخر الاكله بتاعتي فيها بصل فمفيش فيها مشكله. هديلها بقى الصدمه بتاعتها كده عشان بقى لو فيها اي سوائل بقى تنشف وكده. طبعا بقى انا مش شغاله بقى على البوتاجاز ده على طول كده، يعني انا لما بفصل بوديها على البوتاجاز بحيث ان هي بقى ينجز معايا في الوقت وكده. شايفين بقى هنا بتغلي معايا بقى هنا حبيتين طماطم كده صغيرين وواحده فلفل كبيره، فانا هضربهم بقى في الكبه. ما كنتش غسلت الكبه برضو، يعني انا ما غسلتش الكبه لسه، فعشان برضو ما هقدرش الحاجه كده في الفاضي، فكله يشتغل ورا بعضه. معايا بقى هنا نص كيلو بصل، نص كيلو لحمه. وصفه اقتصاديه خالص، ماشي. هنزل بقى البصل بتاعي كده على على اللحمه بتاعتي واديله تقليبه بقى، واسيبه بقى مع بعضه كده لحد بقى ما اللحمه بتاعتي بقى والبصل ينشفوا الميه بتاعتهم بقى كده خالص. وزي ما قلت لكم بقى ان انا فرمت الفلفلايه وحبيتين طماطم كده مع بعض، بس مش هحطهم دلوقتي لحد بقى ما اللحمه والبصل يشتغلوا مع بعض. المكرونه بتاعتي بقى انا سبتها بقى فيها شويه كده، ما سلقتهاش خالص، وسبتها في الميه كده يعني 5 دقايق تكمل سوا في الميه السخنه عادي. مفيش مشكله بدل ما انا اسلقها خالص وتبقى مهريه كده معايا. فالتركه دي حلوه كده، جربوها. هنزل بقى بالطماطم والفلفل بتاعتي بقى معاه كده، انا ما حطيتش اي بهارات خالص لسه. جربوا بقى اللحمه كده لما تحط لها بقى طماطم او صلصه، لو انت عايز تحط لها صلصه مفيش مشكله، بس الطماطمايه كده وحته الفلفل دي بتخلي اللحمه كده جوسي كده جميله كده، والله بقى على الطعم بيودي الطعم في حته تانية خالص. هحطها بقى على النار كده، اسيبها بقى تشتغل مع بعضها، ومعايا بقى بهارات هنا اللي انت تحبيها. بس بصراحه انا ما بحبش ان انا اكتر بهارات قوي. معايا هنا بقى ملح، كمون، فلفل اسمر، معايا شويه هنا بهارات لحمه، وشويه 7 بهارات. ما بحبش ان انا اكتر بهارات عشان ما تغيرش طعم اللحمه بتاعتي. او عايزه بقى حطي البهارات اللي انت عايزه تحطيها، بس ما تكتريش برضو الكميه اللي يريحك اعمليه. حته الطماطميه دي ما كانتش اتفرمت قوي، انا ما شفتهاش، بس يلا مش مشكله، هتستوي في اللحم. هسيب اللحمه بقى على البوتاجاز بقى كده مع نفسها بقى تكمل سواها كده بقى وهشتغل انا هنا في البشاميل. معايا بقى هنا كوبايه سمنه كده، محترمه يعني محترمه. ومعايا طبعا بقى دقيق هنا نخلاه، هاخد منه 4 معالق دقيق، يعني كوبايه السمنه حطيت لها هنا 4 معالق دقيق و4 كوبايات لبن. عايزه بقى تحطي نص شوربه نص لبن نص شوربه، نص لبن ونص ميه، ايه اللي يريحك. انا ما بفرضش عليكي حاجه، والمتاح عندك اعمليه. شايفين ما شاء الله اللحمه هنا، يعني عايزه اوريكم ان هي فيها لسه جوسي كده، جميله جدا. تسلم ايدي والله. طبعا لو انت وصلت معايا لحد هنا بقى ما تنسيش تعملي لايك للفيديو وتشيري الفيديو بينك وبين اصحابك وتشتركوا في القناه لو انت ما اشتركتيش، ولو مشتركه آه، شيري الفيديو بينك وبين اصحابك. حطيت هنا بقى 4 معالق دقيق. طبعا انا سخنت السمنه خالص بقى عشان الدقيق كده ينزل بقى يديني ريحه جميله كده، وتحميص الدقيق بقى وريحه الدقيق كده بقى تطلع معايا. خلاص بقى بعد ما الريحه بقى بتاعت الدقيق طلعت كده بقى، وحسيت ان خلاص ان الموضوع كده كان تمام معايا. هنا بقى حوالي يعني كيلو لبن، والكيلو لبن هنا 4 كوبايات بقى بتوعنا كده. انا بحب بقى اصفي اللبن مع ان هو مغلي، بس عشان لو انا مثلا بقى كانت حاجه لزقت في قلب البتاع وانا بغليه، ما تنزلش في البشاميل يعني تخلي البشاميل غامق معايا وكده. بنزل بقى شويه شويه كده اما اقلب.
وهكمل بقى الباقي. هنشتغل بقى ايه بالمضرب. طبعا بقى البشاميل معروف بقى ما بتحطلوش حاجه غير مرقه لو انت حابه. انا هحط له حبه، واحده مرقه، وفي شويه فلفل اسمر او فلفل ابيض لو عندك. بصراحه ما كانش عندي فلفل ابيض في الوقت ده، حطيت شويه فلفل اسمر وشويه ملح فقط لا غير. البشاميل ما بتحطلوش اي حاجه تانية خالص غير كده. هقلب بقى البشاميل بتاعي كويس بقى ايه. بس بصراحة يا جماعة الفلفل الأبيض بصراحة بيبقى حلو جدا في البشاميل، ما بيخلوش ان هو ايه يبقى باين كده ايه او اسود اسود في البشاميل بتاعي. بس ما علينا طالما الفلفل الأسمر بتاعك ايه، مطحون كويس مفيش مشكلة. وفي الأول في الآخر ده فلفل وده فلفل، واللي مش عاجبه ما يحطش الفلفل. بس بصراحة أنا بحب الفلفل الأسمر، مش عارفة يعني ايه بحبه في الأكل جدا. البشاميل بتاعي كان جوسي خالص، يعني ايه مش اللي هو تقيل. يعني انا عايزه المكرونه بتاعتي بقى تبقى اللي هي ايه شاربه كلها من البشاميل بتاعي كده، مش عايزاه تقيل. وكده كده هو اساسا ايه انا هرجع اقلبه تاني، لان انا ايه عما كنت حاطه المكرونه حسيت ان هو تقل معايا شويه كده. مع ان كنت قفلت البوتاجاز بتاعي، بس حسيت ان هو ايه تقله شويه كده من حراره البوتاجاز. هنزل بقى بشويه مكرونه كده بقى ايه واقلبهم. باحب إن أنا أحط بقى شوية البشاميل كده في الأول، وأقلبهم كده عشان يلزقوا لي المكرونة بتاعتي كده من تحت كده يبقى يديني بقى ما تيجي بتقطعي بقى القطعة كده بتلاقي المكرونة ماسكة من تحت. هانزل بقى بشوية بشاميل برضه لقيتهم قليلين كده، فيلا زودي بقى مش مشكلة. خدتش بالي أنا كده بالبشاميل اللي كان سايل على الحلة من برّه ده، اللي هو يعني بوّظت الدنيا حواليّا عشان أعمل صينية المكرونة دي. بس بصراحة كان طعمها يجنن في الآخر، وكانت جميلة جدًا، وكل اللي أكلها ما شاء الله كان مبسوط منها. بألف صحة على قلبهم يا رب. شايفين بقى اللحمة؟ بصراحة يا جماعة البشاميل أنا باحبه جدًا لمّا تكوني حاطة له طماطم أو صلصة بتدّي له لون وطعم جميل جدًا. جرّبي كده البشاميل بالطماطم أو بالصلصة، بجد هتاكلي صوابعِك وراهم. باوزّع بقى اللحمة كده كويس بقى هنضيّع بقى في وقت. قفلت عما خلّصت بقى كده، وبعدين نزلت بقى بقية شوية المكرونة. طبعًا بقى المكرونة دي كانت كتيرة معايا بقى، واللحمة ما شاء الله على البايركس ده، فكنت بقى خلاص اللي هو يعني يعني هاعملكم في صينية تانية، هارميكم لأ مش هارميكم طبعًا. وشوية سمنة بقى كانوا هنا، فخلاص بقى أنا هانجز بقى في كده واقعد أشيل بالسباتيولا والّا فضّي. خليكِ مكانِك وأنا آخد بالطبق اللي معايا وخلاص. والبشاميل بقى هانزل بالبشاميل بتاعي بقى ما شاء الله. شايفين بقى كان بينزل بقى كده على المكرونة سايل. شايفين بقى ما شاء الله المكرونه بتاعتي بقى معايا بقى منديل كده واي حاجه بقى زوائد على الصينيه بتاعتي. بمسحها عشان ما تتحرقش مني في الصينيه، ويبقى يعني يبقى شكلها مش لطيف وتزهقك في غسيل البايركس بتاعك. يعني امسحي من الاول عشان ما تتعبيش في الاخر. هادخّلها بقى الفرن بقى أنا كنت بقى مسخّنة الفرن قبلها كده، فخلاص بقى جاهزة بقى ندخّلها بقى على الفرن. شايفين بقى ما شاء الله. بصراحة بقى يا جماعة إحنا هنا يعني اللون ده بالنسبة لنا جميل جدًا، ما بنحبهاش. يعني أنا عن نفسي باحبها، بس أنا مش هاكل لوحدي. فكان في بقى الصينية التانية بقى خلاص بقى إحنا كنا بقى محمّرينها بقى جامد. فدي بقى عشان بقى اللي مش بيحب بقى الوش متحمّر أوي كده، اللي بيحب الوش juicy كده، فتمام ما فيش مشكلة. فبنرضي جميع الأذواق. فبقطع بقى المكرونة بتاعتي كده. شايفين بقى؟ يا ريت بقى كنتوا معايا بقى تشموا بقى الريحة، ولا تدوقوا بقى الطعم. ما شاء الله ما شاء الله، ربنا يحسن ما بين ايدينا جميعا كده يا رب. صينية مكرونة تستاهل بقكم والله. برضو بقى لو انت لسه معايا لحد هنا اعملي لي لايك للفيديو عشان الفيديو يوصل لاكبر عدد من الناس. واشتركي في القناة لو انت لسه ما اشتركتيش في القناة، فضلا وليس امرا طبعا. شايفين بقى المكرونة انا هنا كنت بقطعها يا جماعة، كانت لسه اللي هي ما بردتش، يعني كانت لسه سخنة. فجميلة بقى ما شاء الله. شايفين ما شاء الله.
سايحة بقى خالص ازاي، وشايفين بقى على رصة المكرونة اللي انا مش رصاها طبعا. طبعا بقى ايه، اشوفكم فيديو جديد ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.